السنة إذا كان المقصود بالسنة 2011 أو إذا كان المقصود بالسنة 2012، أنا متصور أن الشخصية الحقيقية في هذا العام هي شخصية الشهيد المصري، شخصية ابن الوطن اللي احنا ما نعرفش اسمه وربما ما نعرفش شكله، لكن هو قدم الثمن الكبير جدا لحريتنا اللي يجوز الجيل الجديد شويه ما يعرفش يعني ايه القيود على الحريه. انا شخصيا شاعر بحريتي جدا وانا موجود في هذا المكان، الاحتمال ما كانش ممكن اعدي قدامه من سنه فاتت. انا حاسس بقدر من الحريه ان انا بشوف شباب وبلتقي بيهم في مثل هذا التجمع في مثل هذه القاعه بغير عناء عشان نقدر نقول كلمتنا او نقدر نسمع كلمتهم. ده من سنه كان شيء مستحيل. مش معنى هذا ان كل حاجه بقت كويسه، بالعكس حاجات كتير قوي لسه محتاجين تبقى احسن، حاجات كتير شايفين كان ممكن تكون احسن لو كنا بذلنا مجهود اكتر. ربما لو كنا ما مشيناش يوم 11/2/2011، ربما لو كنا كملنا عشان ناخد استحقاقاتنا كامله. جزء من استحقاقاتنا الدستور، النموذج اللي انتم سابقين بيه النهارده ده الحقيقه رساله موحيه جدا ان المشكله تبدا من هنا. انتوا سبقتوا مصر. المفروض ان هذا النموذج كان يكون على ارض الواقع من 6 أو 7 أو 8 شهور في مصر عشان نمشي على خريطه طريق وخريطه اصلاحات حقيقيه. انا سعيد بالنموذج بتاعكم، سعيد ان انتوا بتقدموا رساله واضحه جدا للمجتمع. مصر تحتاج لدستور، مصر بلد فيها دستور منذ سنوات بعيده، عندنا خبرات دستوريه عظيمه، وجزء من هذه الخبرات لابد ان يكون من خلال حوار مجتمعي حقيقي يتفاعل فيه الشباب اصحاب المصلحه. الدستور اللي جاي مع الفكره، مع التراث القديم من الوثائق الدستوريه، ربما انا بتاع دستوري فانا معني بهذه المساله. على اي حال من الاحوال بتمنى لكم التوفيق. لذلك فالدستور عقد اجتماعي بين المواطنين يحدد هوية الدولة والعلاقة بين الحاكم والمحكومين، مما يستلزم مشاركة المواطنين باختلاف انتماءاتهم السياسية وأوضاعهم الاقتصادية وموقعهم الجغرافي في صياغته. ويهدف النموذج إلى خلق قاعدة عريضة من الشباب لممارسة النشاط السياسي والفكري، وقد أصبح من الضروري أن يبدأ الشباب في هذه السن ممارسة العمل السياسي، فلم يعد هناك أحد يستطيع أن يقول للشباب انتصروا ليس لكم دور. لقد كانت هذه هي لغة زعماء العرب للأسف، وكان على الشباب أن يقبلوا مع وجود بعض الاستثناءات التي ظهر فيها تمرد الشباب، ولكننا تجاوزنا هذه المرحلة وظهرت ثورات الربيع العربي وعلى رأسها ثورة 25 من يناير. يجب أن يأتي الحديث على سجيته. أنا سأبدأ حديثي الافتتاحي هذا بأبيات شعر لشاب مات ولم يبلغ إلا 30 من عمره أو جاوزها بقليل. شاب كان له دور، ولو أنه مات يمكن من 70 سنة ولا حاجة، كان له دور في ثورة تونس وما تلاها. أبو القاسم الشابي. أبو القاسم رحمه الله كان يقول في قصيدة عصماء نعرفها جميعا أو ينبغي أن نعرفها جميعا، كان مما جاء فيها: إذا الشعب يوما أراد الحياة فلا بد أن يستجيب القدر. نضع بإذن الله بنودا دستورية تكفل لهم حقوقهم وحرياتهم في شتى المجالات السياسية
السياسية والاجتماعية والثقافية. وبما أننا تحدثنا عن ورشة عمل اللجنة الأكاديمية، فلا بد أن تتعرفوا على أعضاء هذه اللجنة، ولهم كل الشكر والتقدير على جهودهم وتفانيهم في العمل. الكفر والإيمان في سائر الأزمان يتصارعوا جوه قلوب الجن والإنسان، والعدل يتحقق بقدرة الرحمن، واللي هزم فرعون يقدر على هامان. عين العفيف في الدنيا دي زهدة، لكن الدنيا عينه على الدنيا ومن زخرفها متاخده. وإن كان بقى في حد من البعدة له عين يقول على الشهداء مش شهداء، وإن كان بقى في حد من البعدة يضرب على عينينا الرصاص بعدين يقوم يبعت لنا النجدة، يبقى اتعمى في عينه البعيد. ونصيحة: حط عينيك في وسط راسك، ونصيحة: حط عينيك تملي في وسط راسك علشان ما تعرف فين خلاصك. وإن كنت راح تتغدى بعينينا هنفطر بيك قبل ما تتغدى. يا مفتحين قلب الوطن على حب ومودة. لما تكون شغال بذمة خايف على مصلحة الأمة، شغلك يطلع من غير لازمة علشان ما بيعملش غير واطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما شقاك يصبح مش ليك فقرك سد السكة عليك، تتلفت تلقى حواليك اما حرامي او متعاطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما الجهلة يبقوا امامك او فوقك ماسكين في زمامك ويسوقك على الهلكة امامك، تشرب من السم السقراطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما الكلمة تكون بدينك، لما الخبي في قلبك دينك، لما الذل اشوفه في عينك هتحبطك على احباطي. طاطي راسك طاطي طاطي، انت في وطن ديمقراطي، ولما المجلس يبقى حاميها وبلاد ورا ظهره رميها، طالع نازل واكل فيها.